السلام عليكم البنات، نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد المشروب اللي هو رائع وزوين تشكي من القولون العصبي او عندها الم في المعده ولا انتفاخ البطن. هذا المشروب اللي غادي نشارك معكم اليوم راه زوين رائع، تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. واحد المشروب اللي غادي تجربوه ما غتوليوش تقدروا تخلاو عليه فيما تشوفي عندك انتفاخ البطن او الالم في المعده او عندك يعني داك الالم اللي كيجيك بحال الاوجاع في البطن ديالك، يعني غدوري وتاخدي تشربيه. زوين ساهل ماهل، وكانوا الناس بكري كانوا بهذا المكون هذا كيعالجوا هاد الامعاء ديالهم وهاد القولون هذا وهاد البومزوي، يعني بهذا المكون هذا. تتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله، وغنشارك معكم واحد اللحسه الصحراويه حتى هي كذلك الناس اللي كيبغيو يصوبوها غير في الدار ديالهم بدون ما كيحتاجوا يشريوها. ما عندوش باش ياخذها، كياخذ غير قرعه واحده ما كتبانش عليه، حيت هي اللحسه الصحراويه خصك ضروري على الاقل تاخدي 3 القراعي، يعني وحده ورا وحده، وتاخدي اللحسه الصحراويه مده 3 اشهر وانتي متبعاها عاد كتبان عليك مزيان، كتعطيك واحد الفورمه اللي هي زوينه، واحد الوزن اللي هو صحي وزوين. واللحسه اللي كنصوبها راه كنديرها انا بدون اقراص، بدون سيروات. اللهم تاخذوا اللحسه الصحراويه اللي طبيعيه بمكونات طبيعيه. بغيت نشارك معكم الزرارع اللي حيت كاين بعض الاخوات اللي ما كيعرفوش الزرارع اللي كنديروا في اللحسه. تاخذوها بحال هاد الزرارع هادو، بحال هكا هادو خلطتهم، بحال زرعه اللفت، زرعه الكرافس، كذلك زرعه البصل. كناخذوا هذيك الزريعه ديال الخيزو، هادو كلهم غير حفظوهم كتبوهم ديروا ورقه وقيدوهم عندكم، وفيما تبغيو ديروا اللحسه ديالكم شريو بحال هاد الزرارع هذا، ولكن حمصوهم، يعني دوزوهم شويه في الفراح باش كيكونوا قابلين باش تقدروا تطحنوهم. صافي كطحنوهم كاملين، ولكن ضروري ما تدوزوا الحاجه في الغربال. منين تحمصوها دوزوا الحاجه في الغربال باش كتعرفوا شنو كتاكلوا. انا دابا حيت عندي سطيله عامره غادي ندير لها بحال هكا مشربه قد هكا، نقدر نزيدها واحد شويه لان واحد الاخت اللي وصفتني بحال هكا نصوبها لها. يعني زرعه خيزو، زرعه اللفت، زرعه البصل، كذلك زرعه الكرافس، هادو كلهم ديروهم، وديروا حتى الحبه السوداء حتى هي راه زوينه، وديروا داك سميتو حبوب اللقاح، حتى هما حبوب اللقاح كنديرهم فيها. حبوب اللقاح راه زوينين بزياده الوزن، تبارك الله غزالين ودغيا كتزيدي في الوزن. هادشي اللي بغيت نقول لكم. دابا هادو غادي نضيفهم حتى هما هنايا، هادو حيت انا عندي في واحد السطيله كنكون محمصاهم ومصوباهم باش الا جاني شي كوموند ولا هادي دغيا كنوجدوا له. غير هو منين تحمصوا شي حاجه وتوجدوها دائما ديروا كميه صغيره حتى تخدموا بها وتصوبوها، ولا غتصوبيها لراسك عاوتاني نقي وحده اخرين وحمصيهم وصوبيهم، لان داكشي فيه غير التقليد، وباش كيكونوا دوك الزرارع باقي عندهم ديك الفعاليه. اما الا درتو كميه كثيره وبقيتو مستوكيينها وحاطينها، يعني ديك الفعاليه ديالها كتهرب. داكشي باش كنقول لكم دائما ديروا كميه صغيره صافي. وكناخذوا نطحنوهم بحال هذا الشكل هذا. هذا كنخلطوهم بحال هكذايا مزيان مع بعضياتهم. هانتوما قيدوا يلان، زرعه الكتان، ديروا اللوز، وديروا كاوكاو، ديروا هذا تا زرعه الفصه. زرعه الفصه حتى هي درتها، غنزيد واحد شويه هو باقي عندي هنايا حتى هي راه كنديرها مع داك الزرارع. عندي واحد شويه حاطه عليه يديا كنديروه هو ويلان، وكنحطو حدايا مره كنديرو في الدانون وكناكلو. ها هو حتى هو غنزيدو ليها، يعني زوينه هاد زرعه الفصه، تزيد في الوزن بسرعه ودغيا كتبان عليك وصحيه، كتكوني واقفه على الصح. راه ما بقاتش في داك الغلط بزاف. راهي لاحظتوا السيروات ملي كتاخذوهم كيوليو الحناكيه عامرين منفوخين، ولكن ما واقفاش على الصح، فيك غير الحناك ولكن الفورمه ديالك والو، غير كتقطعي داك الشيء صافي كتفشي. اما ملي كتكوني كتاخذي هاد الشيء، هاد المكونات بحال هكا وهاد المكسرات، يعني كتكوني واقفه على الصح وكتزيدي في الوزن بسرعه. هادشي اللي بغيت نشاركو معكم. هادو دابا خلطتهم هكا غادي نخليهم صافي. هادشي خلطته بحال هكا غادي نخليهم حتى يطلقوا مع بعضياتهم مزيان. شنو باش غتخلطوهم؟ بغيتو تخلطوهم بالشوكولا كتخلطوهم بالشوكولا، كتخلطوهم بزيت الزيتون. بغيتو ديروا داك حليب محلى يعني كراميل، ممكن تخلطوا به.
تخلطوها ثاني كذلك بالشوكولا كما قلت لكم. نوتيلا اللي عندها القدر تشري نوتيلا وتخلط بها ماشي مشكل، لانها سريعه في التسمين وزوينه. واللي ما عندهاش دير غير داك الشوكولاط ديال السطيله داك العادي، عرفتوه هذاك ممكن حتى هو تخلطوا به هاد الحسه هادي. صافي من بعد كتخلطوها مزيان في واحد الباسينه هكا ولا في واحد المشربه كبيره ولا شي بانيو، تخلطوا داكشي كلشي مزيان وخليوه تيتخمر مزيان. عاد ديك الساعه عمريهم في القريعه ديالك. والقريعات اللي تعمروهم دائما القرعه اللي تكوني كتاكلي منها ديري الكميه اللي كتاكلي منها حتى تسالي وتمشي للقرعه الاخرى، باش ما ديريش واحد الكميه في واحد السطل وتبقاي تجي وتاخدي منه، حيت خصها القرعه تكون محكمه الاغلاق باش كتبقى زوينه وكتبقى فيها ديك الفعاليه ما كطيرش منها. هادشي اللي بغيت ننصحكم به. وغندوزو للمشروب، ندوزو للمشروب ان شاء الله اللي غنصحكم به. يعني المشروب اللي هي كتشكي من القولون ولا كتشكي من هاد بومز ولا عندها الم في المعده، راه واخا تاخذ اللحسه وتاخذ اي مكونات واي وصفه ما كتزيدش في الوزن، مسكينه كتبقى ديما ضعيفه وديما الخدود ديالها ما كيكونوش حمرين وما كتكونش عندها ديك الحمريه، ربما كيكون عندها فقر دم ولا شي حاجه. دائما خذوا المشروب اللي هو باش تعالجوا داك القولون ديالكم، باش تقدروا ملي كتاخذوا الوصفه وكتاكلوا مزيان وكتهلاو في راسكم راه كتزيدوا اكيد في الوزن. تبارك الله غتزيدوا في الوزن توليو تبارك الله غزالات. المشروب اللي بغيت نشاركو معكم هو الخروب. الخروب كما كتعرفوا رائع زوين للقولون العصبي اللي عندها الالم في المعده، عندها انتفاخ البطن. هذا الخروب راه ما كاينش بحالو. راه كانوا الناس بكري كانوا كيديروا هذا الخروب هذا، غير سولوا جداواتكم ولا سولوا هذا غتقول لك هذا الخروب غزال تبارك الله للقولون. غتاخذوا بحال هذا الخروب هذا، ها هو كيكون بحال هذا الشكل هذا، كيكون بحال هكا. كتجيبوه وكتمسحوه من الغبره او كتغسلوه وتخليوه تينشف مزيان يكرم هكا في الشمس باش يكون هذا قابل انكم تقدروا تطحنوه. وخذوا طحنوه وردوه بودر. الخروب سيروا عند العطار وقول لي عطيني الخروب. الخروب راه معروف يعني زوين للقولون والالم المعده وكل شيء. تاخذوا طحنوا هذا الخروب هذا راه زوين 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 بزاف والله القسم الا جبت. غتاخذوا طحنوه، منين طحنوه كيولي بودر. اش غديروا؟ غتاخذوا بحال دابا معلقه صغيره، هي خذوا معلقه هكا تكون عامره بحال هذا الشكل هذا، قد هاد المعلقه هذه بحال هكا. خذيه وشربيه بحال هكا بالماء. ولكن اللي كتشكي من القولون بزاف وعندها انتفاخ البطن ديما كتكون كرشها منفوخه وديما دير ماء معدني. ماء معدني تشربوها نتوما. شفتوا انا ما كيخطانيش الماء معدني، ديما كندير ماء معدني ضروبيني. راه الماء الروبيني صعيب على الناس ديال صحاب القولون واللي عندهم هاد المعده كضركم. خذوا الماء معدني ديري هكا معلقه بحال هاد الشكل هكا، معلقه بحال هاد الشكل هذا وشربي بحال هكا بالماء معدني صافي وشربي مزيان. ولا ديري المعلقه الاولى صغيره شربيها وعاودي المعلقه الاخرى ماشي مشكل باش ما يوحلش لك هنا، حيت هو راه كيكون ناشف ما تقدريش عليه. ولكن الا بغيتي تعالجي هاد القولون وبغيتي تعالجي هاد الامعاء ديالك كيخصك تصبري. كتعالجي هاد القولون من تم ملي كتاخدي بحال هاد الحصه الصحراويه وكتاخدي شي وصفه تبارك الله كتزيدي في الوزن وكتولي تبارك الله صحيحه وعاطيه العين وكتولي زوينه.